السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. عفوا. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم كفتة بالرز المنقوع. دي نص كوباية رز منقوع، نص كيلو لحمة، بتدي كمية وفيرة على فكرة. بصلاية، فصين توم، ملح، فلفل، بهارات السبعة. نسيت احط البهارات السبعة، هجيبها. انا هنا خرطت البصلايه، وهحط الثوم، وهحط اللحمه، وهحط البهارات، ملح، فلفل، بهارات سبعة، مش هحط اكتر من كده. وهحط نص حزمه بقدونس، حطيت نص حزمه بقدونس، وحطيت بيضايه. هضربهم بقى في الكبه كده. بعد ما ضربتها في الكبه، هفضيها في طبق واشكلها. حطيت عليها الرز، هقلبها وبعدين اشكلها. من المحلول بقى اللي هسوي بيه الكفتة ده، نص كوباية مية، معلقة صلصة، رشة ملح، رشة فلفل، وهحطهم عليها. احطهم عليها واولع على نار عالية. اهي بعد ما صبعتها دي، بعد ما صبعتها اولع عليها النار عالية عشان ما تفكش، واحط عليها المحلول. احط من على الجنب كده. هغطي عليها واسيبها تستوي. دي هي لسه كده بتستوي، حبيت اوريها لكم. ما تخافيش، مش هتفك منك ولا حاجه. دي الكفته بعد ما استوت، هسيبها تبرد، والميه اللي فيها دي مش هنرميها، هقول لكم هنعمل بيها ايه. بس انا دلوقتي هسيبها تبرد علشان ما اطلعهاش سخنه تتهري. هعمل بقى الخلطه بتاعت الكفته اللي هحمر فيها. دي عباره عن الميه اللي انا خدتها من الكفته، مش هنرميها، هناخدها. حطيت عليها 3 معالق دقيق، وهحط بيضايه. اقلبها. نحط بقى فيها نحط الكفتة فيها. وبعدين هننزلها في الزيت السخن، انا مولعة عليه. هكمل الكمية وارجع لكم.
كده عملت الكمية كلها بنحمرها. يبقى احنا قلنا الخليط ده اهم حاجة في الكفتة، ان هو ده اللي بيحمرها وبيخليها طعمها تحفة. قلتلكوا حطينا المية اللي نزلت من الكفتة، صوص الكفتة، وحطينا عليها 3 معالق دقيق وبضاية وشوية نعناع ناشفين. النعناع بيديها طعم تحفة. دي الكفتة بعد ما قليتها، جربوها، حلوة جدا وطعمها تحفة وسهلة ومش مكلفة. عملنا كمية حلوة من نص كيلو لحمة، هيكفيكي انتي واسرتك، وولادك هيفرحوا بطعمها جدا. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.